أن تعين ساحرا حتى يكفر بالله. الثانية ما فيه من ادعاء علم الغيب، هذا كفر. رجل ادعى علم الغيب، قال أنه يعلم، أين الكفر؟ هات أنا معك، يلا هنا ننتظر 1000 سنة منيح على آية من الكتاب أن من ادعى الغيب كفر، ومن حديث نبي الله أن من ادعى الغيب كفر. هات. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما حكم من يدعي علم الغيب وما موقف المسلم منه؟ الذي يدعي علم الغيب كافر. من نواقض الإسلام ادعاء علم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فعلم الغيب لله عز وجل، قل إنما الغيب لله، ولكنه يطلع رسله على ما يشاء لأجل إقامة الحجة على العباد. نعم.